قمة آسيوية نارية في انتظاركم. المنتخب العراقي يواجه كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من كأس آسيا لكرة الصالات 2026. مواجهة مصيرية بين فريقين يسعان لحسم النهائي. خلونا ندخل في كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية المباراة: مباراة العراق وكوريا الجنوبية الجولة الثانية هي مواجهة مصيرية ضمن المجموعة، حيث يسعى العراق لتأكيد قوته بعد الجولة الأولى، بينما كوريا الجنوبية تحاول إثبات أنها قوة صاعدة في البطولة. هذه المباراة ليست مجرد مباراة عادية، بل اختبار حقيقي للتركيز والمهارة واللياقة البدنية للفريقين، وسيكون لها تأثير مباشر على فرص التأهل إلى الدور القادم. التحضيرات والمستوى الحالي: المنتخب العراقي استعد للبطولة بتدريبات مكثفة مع التركيز على الدفاع المنظم والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم. الهجمات المرتدة السريعة: كوريا الجنوبية بدورها تتميز بالسرعة والمهارات الفردية، ولديها لاعبين قادرين على قلب الموازين في أي لحظة. اللقاء سيكون صراع تكتيكي وعقلي بين الفريقين، مع توقع مباراة نارية ومليئة بالأهداف. طبعا التشكيلة المتوقعة للعراق: العراق سيدخل اللقاء بخطة تعتمد على 1. الضغط العالي منذ البداية. 2. استغلال الكرات الثابتة بدقة. 3. التمريرات السريعة والتحركات الذكية بدون كرة، والاعتماد على اللاعبين الأساسيين أصحاب الخبرة. طبعا كوريا الجنوبية تعتمد على السرعة في التحركات الفردية والجماعية، والسيطرة على الكرة والتمريرات السريعة، والضغط المبكر على دفاع العراق، واللعب بأسلوب هجومي منظم مع مرونة تكتيكية. المباراة ستكون مليئة بالسرعة وحركة، وقد تحدد بتفاصيل صغيرة. توقعات المباراة: مباراة العراق وكوريا الجنوبية قد تشهد تبادلات للهجمات والأهداف. البداية القوية والضغط على الخصم ستكون مفتاح السيطرة على اللقاء. المباراة فرصة للعراق لتأكيد أنها منافس قوي، وكوريا الجنوبية ستسعى لأحداث المفاجأة. طبعا والآن نكلمكم على موعد المباراة بين العراق وكوريا الجنوبية. طبعا بتقام بتقام يوم 29 يناير 29/1/2026 الساعة 3 عصرا بتوقيت كوريا الجنوبية، والساعة 11 صباحا بتوقيت العراق. والقنوات الناقلة: قناة الكأس الرياضي، وقناة SSC سبورت. والمنصات الرسمية للبث المباشر مع الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات. وطبعا القنوات الناقلة في التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيسبوك وبقية المنصات بتقام المباراة فيها. وفي الختام بتكون لها مواجهة نارية بانتظار عشاق كرة الصالات. اكتبوا لنا في التعليقات من تتوقع يفوز في الجولة الثانية، العراق أم كوريا الجنوبية، ومن بيحسم ال3 نقاط لا يفوز إلى دوري 8. وقل لي في التعليقات من أين أنت تتابعنا عشان نشوفك معنا. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل أخبار كرة القدم لكرة الصالات، لمتابعة كل جديد عن كأس آسيا لكرة الصالات 2026.
ودمتم في أمان الله وحفظه.